والله العظيم والله الذي لا إله إلا هو لن أترك مجال الشيعة، لن أترك مجال الشيعة، ولكن من حقي إن أنا أدافع عن نفسي. والله العظيم يا إخوانا أقسم بالله أنا في مجال الشيعة بعد ما أخلص الحلقة بتاعتي بروح أنام في بيتي وأشخر ولا في دماغي. الشيعة طلعوا نزلوا هددوك بالقتل، والله طلعوا نزلوا ولا الكلام ده كله. لكن الذي يؤلمني إن واحد يبقى لسه طفل صغير ما قرألوش كتابين ويجي كأنه يعني بيدرسك. واحد يجي يقول لك طب وإيه يعني يا شيخ؟ الفكرة مش كده، من أنا غلطان مفيش مشكلة. تعال عبد الرحمن، تعال أنت أهو، تعال عبد الرحمن، تعال. شايفين الشاب ده يا إخوانا؟ تعال قدام الكاميرا، ارجع بالكاميرا ورا شوية، تعال. شايفين الشاب ده؟ ده اسمه عبد الرحمن، لسه مخلص الشيفت بتاعه دلوقتي وماشي. تمام؟ عنده كام سنة؟ عندك كام سنة يا عبد الرحمن؟ 13 سنة. 14 سنة. فالله المستعان، يعني 14 سنة بالله عليك. يعني أنا لو سألته دلوقتي ماذا الظلم، احنا بنقعد نتفرج على بعض، يعني بنقعد مع بعض كده. روح يا عبد الرحمن سألوا ماذا الظلم، سمعهم الحاجات اللي الشباب كله بسمعه جوه. يقول لي ايه ده يا شيخ؟ احنا عمرنا ما قعدنا مع حد كده ولا شفنا كده. فالله المستعان، فحاجة غريبة جدا. يعني تخيلوا شاب صغير زي ده يقول لي الظلم اللي انت بتتعرض ليه ده ليه يا شيخ؟ هم بيعملوا معاك كده ليه؟ فالله المستعان. فأنا بتعرض لحملة شديدة. أنا بقول لكم أنا الشيعة والله ولا يشغلوا بالي.